فالفترة الأخيرة واحد الاسم ولا كيدور بزاف في السوشيال ميديا. ورا هذا الاسم كاينة قصة صادمة خلات آلاف المغاربة في صدمة حقيقية. ناس دخلوا بنية يربحوا شوية ديال الفلوس، ولقاو راسهم خاسرين كلشي في ظرف قصير بلا سابق انذار. القضية ما كانتش معزولة وما وقعتش في بلاصة واحدة، راه انتشرت في المغرب كامل، ومست شباب عائلات وناس من مختلف الفئات. اللي وقع ما كانش صدفة، ولكن نتيجة مخطط محبوك لعب على الطمع، الثقة والأمل ديال الناس. في هذا الفيديو ما غاديش نهضروا غير على شنو وقع، ولكن غادي نفهموا كيفاش خدام هذا النوع ديال المنصات، علاش كينجحوا في استدراج الناس، والاهم كيفاش نقدروا نحميو راسنا باش ما نكونوش الضحية الجاية. دابا كيفاش نعرفوا بحال هاد العمليات قبل ما نطيحوا فيها؟ كاين علامات خطر خاص اي واحد يرد ليها البال. من بين هذه العلامات: واحد، فيما تسمع اي وعد بالربح السريع والمضمون، هرب وما تشوفش وراك. جوج، فيما تسمع جيب ناس جداد، هرب وما تشوفش وراك. ثلاثة، فيما تشوف الضغط باش تستثمر بسرعة بلا ما يخليوك تفكر، هرب وما تشوفش وراك. رابعا، غياب أي ترخيص رسمي، هرب وما تشوفش وراك. خامسا، الغموض في طريق الربح، هرب وما تشوفش وراك. إلا شفتي غير علامة واحدة من هادو خاصك توقف وتبعد ما أمكن، لأنك غتكون الفريسة والضحية في آخر المطاف. وبالنسبة للناس اللي كانوا من الضحايا ومنهم بزاف، ما تسكتوش. خاصكم ديروا شكاية، جمعوا الدلائل وتكلموا باش تحذروا الناس الآخرين. السكوت كيساعد النصابة، أما الكلام كينقذ ضحايا جداد. وكتبراو الذمة ديالكم أمام الكل. وفي الأخير خاصنا نكونوا واعيين بواحد الحقيقة مؤلمة وبس مهمة: ما كاينش طريق مختصر للثروة. الربح الحقيقي كيتبنى بالخدمة، بالصبر وبالاستثمار المدروس، ماشي بالوعود الخاوية. أي واحد كيقول لك العكس غالبا باغي يخدعك. اليوم كانت اس ام جي، وغدا ممكن يبان اسم آخر بأسلوب آخر. وأفضل سلاح عندنا هو الوعي والمعرفة. إلا كنا واعيين نقدر نحميو راسنا ونحميو الناس اللي ضايرين بينا. عنده أي سكرينات، أولا تسجيلات صوتية ولا فيديوهات عندهم علاقة بهذا الشركة، يرسلهم لينا في القناة في تيليجرام الخاصة بضحايا هذه الشركة. غنخلي لكم الرابط في أول تعليق وصندوق الوصف. شكرا لكم جميعا. ما تنسوش الاشتراك ودعمنا باللايك وتعليق باش نساهموا جميعا في فتح النصابة والتصدي لهم ما أمكن.